والله شوف احنا في الجزائر ووزاره الشؤون الخارجيه وكل السلطات الجزائريه دائما كنا نحرص على ان نصب الزيت على النار، خاصه في العلاقات مع المغرب، واقول المغرب الشقيق. يقول البلاد اللي ما فيهاش مشاكل ما هيش بلاد، واحنا والحمد لله ما عندناش مشاكل. المصنع الموجود في تصدير و100% أرجل الدجاج إلى الصين والفيتنام وغير ذلك، وشفنا النوعية وكن سعدنا أننا أطلقنا أول شحنة فيما يتعلق أرجل كما نقول منزوعة العظام. أهل الجزائر كلهم هم من أهل الجنة، لأن الشهيد يشفع في 70 رجل من أهله، والجزائر بها 1.5 مليون شهيد في ثورة التحرير. إذا كل واحد منهم يشفع في 70 هذه أكثر من 100 مليون. إذا الجزائريين يدخلوا الجنة كلهم ويزيدوا يدخلوا معاهم المغرب العربي. قلت لهم الواد وحده بالبطاطا تاع الواد نشري السلاح تاع تونس تاع الروس بكل، ونرجع أكبر دولة مسلحة في إفريقيا هي الجزائر. ليه؟ اقسم بالله يا خاوتي يا المغاربه الوهرنا هما اللي دخلوهم، هما اللي رزافر شغل فرنسا راهي امنا وهي اللي رباتنا واعطت لنا هذا الخير. لو كان مع فرنسا راهو الشر يفتل فينا. عبد الكريم الخطابي او الخطابي الدكتور الخطابي جزائري وكلهم فري. جيب لي واحد من مراكش ولا جيب لي واحد من الدار البيضاء ولا جيب لي واحد من تازا، ما كانش. القلب يتقطع ويتألم انه يشوف هذه الخيانات المتكررة ممن يسمى بملك المغرب. انا حتى اسم محمد ما نقدرش نمدوله، احنا نسميه امسيس هنا في الجزائر على كل. الصورة تاع البوراق محل يا سي عنبر، الصورة تاع البوراق اللي مسميينه حائط المبكى، حائط البوراق، سمعوا ولا ما سمعوش به؟ حائط البوراق بناه سيدي بومدين في حي المغاربة، حجرة والحجرة تاعنا. حاضرونا يا اخواني، حاضرونا. السعودية كل مصائبنا يا سيدي من هذا النظام الخليجي عموما، وعلى رأسه الدولة السعودية في كل مآسينا ومآسي الاقتصادية بتاعنا والحروب بتاعنا والدبلوماسية بتاعنا. الفكرة جاتنا كنا نمشوا بزاف المغرب، حبينا هاد لاكتيفيتي، حبينا لي زوندغوا اللي كنا نروحوا لهم في المغرب. لي بلا تاعنا سي متنوعين. C'est des plats, c'est des grillades marocaines. En plus, c'est des tagines. comme الطنجية هي مختصة بها مدينة مراكش، وحنا نديروها هنايا في هذا الريستوران، ونرحبوا بكاع الناس اللي جايين من كل بلاد اللي كانوا يبغوا يروحوا للمغرب ما عندهمش لي موان باش يروحوا للمغرب. نقولوا لهم باللي المغرب جبناها لكم الجزائر، نقولوا لهم باللي المغرب جبناها لكم الجزائر. شغل يعني الجزائريين لهم حق في القدس عشان يروحوا يحرروا املاك سيدي بومدين الغوث. طب المصيبه ان سيدي بومدين الغوث اساسا من الجزائر من جاي من الاندلس اصلا، اساسه من سوس في المغرب. ابوه اللي راح للاندلس وولد سيدي بومدين الغوث، وكان في طريقه للحج مات في تلمسان ودفنوه في تلمسان، واتحك فيه الجزائريين للاسف لحد النهارده. اولي بومدين يتسمى على اسمه، سيدي بومدين اساسا مش جزائري. هو الكل يعلم ان الجزائر مستهدفه من قبل خاصه
الجار الغرب مع الأسف الجار السوء. هو الكل يعلم أن الجزائر مستهدفة من قبل خاصة الجار الغرب مع الأسف الجار السوء. في الجزائر ووزارة الشؤون الخارجية وكل السلطات الجزائرية دائما كنا نحرص على أن نصب الزيت على النار. نحرص على أن نصب الزيت على النار. ايش حبوا عندنا واستبغونا بعد دخول فرنسا لبلادنا من 1830. شفنا الارض تسقمت، شفنا الجبال توطات، ولات بحاير ولات جنان، ولينا ناكلوا وندفعوا ماكلتنا لواحد اخرين. واليوم رانا نتبعوا في هذا اصحاب الوطن اللي راهم خربوا لنا معقل تاع الناس. وفرنسا دارت لنا ليكولات، قرات لنا ولادنا، زهاتنا. خص الرئيس الفرنسي ما نجاوبوش. لكن المغربي وهو يتلقى الدعم الإنساني من الجزائر، مساعدات فرق الإنقاذ، المغربي سيحاول استغلال تلك المساعدات باش ينشر إشاعة خطيرة، وهي أن الجزائر عارضت وتستعد إلى تطبيع العلاقات مع المغرب. لا كاس افريقيا، لا بيكس، لا ستاربكس، لا هيبه، لا وزن، لا مواقف دوليه، ولا هم يحزن. شغل لها ريزيرف باش تجي للبلاد. Some of these places you go are real scary. And I went to Bulgaria. What was that place in Algeria? God, man, scary place. It's just the strongest man rules. It's not about no cop, but the strongest man rules. Ooh, and they that's got toxic, their gang, toxic, and they got their toxic. gang. الجزائر ليست دولة عظمى، هذه عقد هواري بومدين وغيره أن الجزائر شيء كبير في المنطقة. على الجزائر أن تهتم قبل كل شيء بأمورها الداخلية، لذلك على الجزائر أن تنصرف بأمورها الداخلية وأن تتخلى عن عقدة اسمها عقدة المغرب. والله يغيرني الشعب هذا، أقسم بالله يا الشعب راك تغيرني، أقسم لكم بآيات الله غير تغيظوني، والله نسب فيكم ماشي كرها لكم، والله باش تفيقوا يا زوين، والله باش تفيقوا. دار لها ريزيرف باش تجي للبلاد، ريزيرفاو لهم.